في سنة 2003 لما نزل شاب برتغالي نحيف بمهارات استعراضية في ملعب أولد ترافورد، كان الكل شايفه مجرد حريف زيادة عن اللزوم وممكن يختفي بعد موسمين. لكن بعد سنين قليلة نفس الشخص ده ما بقاش مجرد لعيب كرة عادي، ولكن بقى براند عالمي وقوة اقتصادية ممكن تهز أكبر شركات العالم بكلمة واحدة، وبيتابعوا ملايين من البشر كأنه قائد لشعب مش مجرد رياضي. اللي حصل لرونالدو أو ميسي أو حتى محمد مجدي قفشة ما كانش صدفة ولا حتى بسبب أدائهم في الملعب وبس. ما هو أصل معلش يعني مفيش نص مليار بني آدم هيتابع لاعب عشان بيلعب كرة حلوة وبس، ما هو بالعقل برضه. خليني أقول لك يا صديقي إن واحد زي بوشكاش في زمنه، وما أدراك ما بوشكاش يعني، كان أقصى أمنياته إن يخلص ماتش من هنا ويروح البيت يلاقي صحفي ابن حلال منزل صورته وكلمتين عنه في الجورنال اللي بيشتغل فيه، وكده قضيت وبقت عالي العال. لكن النهاردة أنت بقيت مصاحب ميسي حرفيا، يعني بقيت عارف بيته والمكان اللي بيتدرب فيه وعنده كام عيل، وحتى المدام بتاعته بقيت تغير من صاحبك المدريدي لما يجيب سيرتها وتقول له عيب يا اسطى دي مرات اخويا برضه. طب احنا وصلنا هنا امتى وازاي؟ ليه بنحس اننا مرتبطين باللعيبه اكتر حتى من صحابنا الحقيقيين؟ معلش يعني خلونا نسأل سؤال تاني، هل احنا اللي بنعمل النجم بمشاعرنا وحبنا للقصص والدراما، ولا في عوامل تانية هي اللي بتحدد مين اللي نحبه ومين اللي نفكس له؟ هل الموضوع فعلا صدفة، ولا احنا مجرد جمهور بيتم توجيهه علشان يشتري حكاية معينة ومش جاي يتفرج على ماتش كورة وخلاص؟ فأنا أحمد ثابت، وفي الحلقة دي من سوالف جول سكوب هنتكلم عن ازاي لعيبة الكورة بقت نجوم. فهيا بينا صديقي. أول خيط في الليلة دي كلها وأول طوبة بتتبني في براند أي لعيب هي الحكاية. إحنا كبشر بنعشق القصص بطبيعتنا يعني، وعشان كده أول حاجة بتتعمل للاعب هي إننا نلاقي له قصة تخليك تحبه قبل حتى ما تحكم عليه في الملعب. الفكرة هنا مش مجرد سيرة ذاتية وخلاص، ولكن تصدير قصة المعاناة للجمهور. أنت متخيل مثلا إنك حبيت صلاح عشان جامد وبس، أو تعاطفت مع رونالدو عشان مهاراته؟ لا طبعا، ولكن حبيناهم من اللحظة اللي عرفت فيها معاناة صلاح في المقاولون، أو الحاجات اللي كان بيشتغلها رونالدو وهو صغير علشان يكمل كورة. طب ليه الكلام ده مهم؟ لأن ده بيعمل تعاطف بينك وبين اللاعب، وخاصة لما تحس إنه قريب من البيئة اللي أنت نشأت فيها. أصل معلش يعني إيه اللي هيخليني أتعاطف مع واحد مولود في بقه معلقة دهب؟ فبالتبعية لما بتشوف اللاعب القريب منك ده ناجح ومعاه فلوس وعربيات، فعقلك الباطن بيرجعك لصورته وهو فقير، فبتحس إن نجاحه ده هو انتصار ليك أنت شخصيا، وبتقول لنفسك أهو واحد مننا وصل عادي أهو. وده بيخليك تدافع عنه باستماتة قدام أي حد، لأن بقى عندك إحساس إنك بقيت شريك في قصة كفاحه دي. والصياعة بجد بقى في الحوار ده إن الإعلام والشركات بيفضلوا يحلبوا في القصة دي سنين. تلاقي دايما في تركيز على صور اللعيب وهو صغير في الشوارع زمان، والهدف هنا هو خلق تضاد ما بين اللحظة اللي ما كانش لاقي ياكل فيها واللحظة اللي بقى شايل فيها الكرة الذهبية. وده اللي بيعمل الهالة حوالين النجم، وعشان الهالة دي تفضل منورة لازم يكون في حد ماسك الكشاف من بعيد، حد وظيفته الأساسية إنه يغلي تمن السلعة دي حتى لو لسه ما طلعتش من كرتونتها. وكلاء اللعيبة اللي زي خورخي مينديز مثلا ما بتبيعش عقود، دي بتبيع أوهام بأسعار حقيقية جدا. تلاقي فجأة كده ومن غير أي مقدمات اسم لعيب لسه ناشئ بقى مربوط بريال مدريد أو مانشستر سيتي، وتلاقي فابريزيو رومانو أو أي صحفي عامة كاتب تويتة عن اهتمام نادي كبير بيه. فأنت كمشجع بتبدأ تنبهر وبتبدأ تحس إن اللعيب ده طالما الريال عاوزه يبقى أكيد جامد فشخ. الحقيقة إن الحركة دي غالبا بتكون طبخة من الوكيل مع حد من صحابه الصحفيين علشان يرفع سعر اللاعب بتاعه في السوق، ويخلي نادي الحالي يجري بسرعة ويجدد له بمبلغ كبير، أو يخلي نادي تاني يتهور ويدفع فيه رقم فلكي. الوكيل النهاردة في الكورة ما بقاش مجرد وسيط ما بين اللاعب والنادي، ولكن هو اللي بيرسم له اللايف ستايل اللي بيصدره للناس، يلبس ايه، يتصور فين، يركب عربية شكلها عامل ازاي، أو حتى امتى ينزل بوست غامض عشان يخلي الصحافة تتجنن وتقعد تحلل بقى هو يقصد ايه. وحتى اسم النادي نفسه بقى جزء من عملية التجميل دي، يعني اللعيب بيفضل عادي لحد ما يرتبط اسمه بتيشيرت نادي معين، واول ما يلبس التيشيرت ده ملامحه بتتغير في نظرك وبتحس انه بقى سوبر ستار خلاص. والوكلاء بيلعبوا على النقطه دي بمنتهى الصياعه عشان يضمنوا ان اللعيب بتاعهم يفضل دايما تحت الاضواء. وزي ما ذكرنا قبل كده في فيديو ازاي التلفزيون غير كره القدم، تقدر تشوفه من الاي اللي فوق، ان اللعيبه زمان كانت بتنزل الملعب بارقام من 1 لحد 11، فانت كلاعب كوره الناس بتعرفك من شكلك او رقمك لو انت بتلبسه على طول في النادي.
لكن التلفزيون لما دخل وبدأ يبيع اللعبة للمشاهدين فبدأ معاه فرض كتابة الأسماء على الظهر بالبونت العريض. والموضوع ده مفضلش زي ما هو علشان نعرف مين اللي معاه الكرة وبس، ولكن الاسم والرقم اتحولوا انهم يكونوا علامة تجارية تطبع في دماغ المشاهدين. يعني في لعيبة اصلا بتحب تلبس ارقام مختلفة علشان تميزهم بيها، زي ارنولد مثلا 66، دوناروما 99، فودن 47. وطبعا ما اقدرش انسى الاختصارات لبراندات اللعيبة. لو محدش متابع كورة وشاف السي ار 7 او ال ام 10 ممكن يفتكرها ارقام برومو كود لخصم من على امازون، ولكنها يا صديقي بقت لوجوهات اغلى من شركات بحالها. القصة دي في حد ذاتها هي إعلان لبراند شخصي بقى بيتباع بره الملعب في صورة برفانات ولبس وحتى عقارات، فأصبح حتى في موضة حاليا وهي تشجيع اللعيبة مش الأندية، وبتغير معاها تيشيرت النادي المفضل مع كل انتقال جديد. الرجالة دي كانت هتتعب أوي لو أنيلكا بيلعب النهاردة. فالشركات والأندية فهموا اللعبة دي كويس، وبقى أولويتهم التيشيرتات والتصاميم اللي تشد العين عشان تكون جذابة في الكاميرا، لأن كل لقطة للنجم وهو بيجري هي لقطة إعلانية في المقام الأول. عشان الحكاية اللي حكيناها في الأول دي تلمس فيك بجد، كان لازم ان الحاجز اللي بينك وبين اللعيب يتكسر. زمان النجم ده كان سر، حاجة كده بتشوفها 90 دقيقة وبس، بأقصى طموحك انك تلمح صورة ليه في مجلة ولا تعرف هو بياكل ايه من إشاعة في جورنال. لكن دلوقتي انت حرفيا ساكن مع كريستيانو في البيت، وعارف نيمار سهران بيلعب كاونتر سترايك مع مين دلوقتي حالا. السوشيال ميديا هي اللي خلت اللعيب هو المدير العام لصورته، ما بقاش محتاج صحفي يلمعه ولا تلفزيون يطلعه كيوت، هو بقى معاه الموبايل ويقدر يصدر لك النسخة اللي هو عاوزك تحبها بالملي. لما تشوفه هو بيلعب مع عياله او هو بيتمرن في الجيم الساعة 4 الفجر فتبدأ تحس انه صاحبك او اخوك الكبير. والارتباط ده يا صديقي هو من اقوى انواع السيطرة، لانك لما بتحس انك عارف شخص وتفاصيل يومه يبقى صعب جدا انك تهاجمه او تنتقده فنيا. والفكرة ان اللاعب بقى قناة تلفزيونية متحركة، فما بقاش مستني حد يكتب عنه لانه هو اللي بيصنع الحدث بنفسه. تلاقي النجم منزل ستوري غامضة او صورة بتشيرت عليه رسالة معينة فالدنيا تتقلب والميديا تجري وراه. ونيجوا النقطة اللي ممكن تفتكرها تافهة ولكنها مؤثرة جدا في حكمنا على اللعيبة، وهي ألعاب الفيديو. أغلبنا وإحنا صغيرين عرف أساطير ونجوم الكورة من ألعاب زي بيس 6 على أجهزتنا القديمة، وكنت تشوف بورات اللعيبة وتبدأ تقيم فيهم. يعني مين ينسى 99 تسديد بتاعت أدريانو مثلا، أو الناس اللي كانت بتحط روبرتو كارلوس كجناح في اليابانية علشان سريع، أو الجيل الأصغر شوية اللي لعب بيس 13 وكان بياخدوا الكورة بكريستيانو أو روبن ويجري بيها من نص الملعب ويجيب جول. فأنت متخيل إن في جيل كامل حاليا بقى بيحكم على اللعيبة بالكروت بتاعتهم في فيفا والطاقات بتاعتهم بقى ونازلين في فريق السنة ولا لا. الواحد يفتح بيانات اللاعب من هنا يلاقي البيس بتاعه 90 يبقى لاعب جامد، ولو 70 يبقى سحلفة ومش هيفيد فريقه حتى ولو هو من أحسن لعيبة العالم في مركزه عادي. وعشان تقيم ذكاء لاعب زي مودريتش مثلا فتفتح تشوف طاقاته أو في الباص عاملة ازاي، بدل ما تفتح يوتيوب زي زمان وتتفرج عليه أو تنزل تحط لايك على الفيديو ده. وده خلى لعيبة كتير ما كانش حد يسمع عنها تبقى نجوم عالمية لمجرد ان طاقتهم في اللعبة ماشية مع طريقة لعبهم السريع. في ناس ما لحقتش رونالدينيو ولا زيدان في عزهم بس بيعشقوهم ومقدسينهم كأساطير لمجرد انهم ايكونز في اللعبة. وعندك بقى فيديوهات منتشرة حاليا للعيبة اول ما اللعبة تنزل ويشوفوا ردود الفعل على كرتهم السنة دي عامل ازاي، وتلاقيه بقى طالع زعلان ومتضايق وعاوز تحسين في الطاقات دي علشان عارف ان الكم مليون بني ادم اللي بيلعبوا اللعبة دي صورته هتتشكل عندهم من الرقم ده مش من أدائه في ماتش السبت اللي فات. وعارف ايه اللي بيثبت فكرة الرقم والكارت دي في دماغك اكتر؟ هو ان الكرة نفسها ما بقتش بتتسوق كلعبة جماعية خلاص ولكن كصراع فردي، وهنا بيجي دور الجوائز الفردية وعلى رأسهم البالون دور. خليني يعني أسأل سؤال، وانت قاعد انت وصاحبك بتتناقشوا في مين هياخد دوري الأبطال السنة دي او مين هياخد كأس العالم، ما بتقولش مثلا لو باريس خد البطولة فديمبلي هياخد البالون دور، او انجلترا تاخد المونديال فهاري كين هو اللي ياخدها. انا عن نفسي حصلت معايا كتير وبقيت حاسس ان تركيزنا بسبب فترة ميسي ورونالدو اللي استمرت 15 سنة من التنافسية تفكيرنا بقى متجه اكتر ناحية الجوائز الفردية ونشوف مين سجل اكتر ومين يستاهل يترشح السنة دي. طب وبالنسبة لباقي الشباب طيب اللي حتى ما حد قال له حتى. واحدة من الحاجات اللي زادت ارتباطنا بالنجوم هي المسلسلات الوثائقية. دلوقتي ما بقاش في نادي كبير ما بيعملش فيلم مع امازون او نتفليكس تلاقي الكاميرا ماشية ورا اللاعب منهم في اوضة اللبس ومصورين بقى ردود الافعال بعد المكسب والخسارة، والمدربين بقى وهم منفعلين او هم بيحفزوا اللعيبة. واللقطات دي بتفايرل جدا على السوشيال ميديا وبتجيب تفاعل كبير لانها بتوريك حاجات ما كنتش اصلا تفكر انك تشوفها قبل كده.
الموهبة ساعات كتير ما بتكونش كفاية، بالذات لو عاوز الكل يتكلم عنك، لأن المشاهد العادي مش محلل أداء علشان يفهم إيه فايدة اللي بتعمله طالما مش بتسجل وتحتفل. فأنت لازمك تعمل كاركتر، واقتباسا من حلقة عمنا هادي بسيوني شوت اوت كبير، عيش كاركتر تشتغل أكتر. بص حواليك كده، ليه واحد زي إبراهيموفيتش لسه الناس بتردد كلامه رغم إنه بطل كورة؟ أو ليه إيريك كانتونا لسه أيقونة برضه رغم حركاته الغريبة؟ الحقيقة إن الجمهور بيحب النكش ده، واللعيب العادي اللي في حاله في الغالب بيبقى ممل وما بيجيبش ريتش. لكن اللعيب اللي بيثير الجدل، اللي بيعمل حركات مستفزة، اللي بيطلع في المؤتمر يقول أنا الأفضل، أنا اللي هجيب الماتش في شوال، أنا وأنا والحديد التانى، ده بيبقى مادة خام للميديا للكلام عنه طول الأسبوع. ولو فعلا عمل اللي وعد بيه يبقى شوف الحراق والمشطشط وبتاع، وما نهبش حد أو نخاف واحد مننا ب7000، والجمهور بتاع النادي قاعد مستني اللقطة اللي هينزلها ويكتب عليها كابشن من نوعية ساطي، طاغي، فاتن، أورا وغيرهم، وجمهور الخصم يستلموا إهانة وتريقة لو عمل غلطة كده ولا كده. وزي ما سمعنا كتير برضو إن مفيش حاجة اسمها دعاية سلبية، فده فعليا بيتطبق مع اللعيبة دي. طالما اسمي بيتكرر فمش مهم بقى، مش مهم سواء ده نقد أو مدح أو شتيمة، المهم إن اسمي يتقال وخلاص، المهم يكون في جدل عليا. في زمن السوشيال ميديا الخناقة بتعمل نجم أسرع بكتير، واللعيب اللي بيعرف يعمل دور الشرير الصايع هو اللي بيفضل محفور في الذاكرة حاليا حتى بعد ما يبطل كورة. وعلى النقيض بقى ففي نوع تاني من النجومية، ولكن ده صعب ومش أي حد يقدر يعمله أصلا، وهو الوفاء. والأمثلة عليه كتير زي توتي مع روما أو رويس مع دورتموند وغيرهم. والنوع ده من النجوم المزايا بتاعته مش كتيرة وأحيانا قد تكون معدومة، ولكن من أهم مزايا القليلة دي هي تنصيب اللاعب ده كمالك محبوب لشعب ومحبين النادي ده حتى بعد مرور 50 سنة عادي، لأنها ارتبطت بتضحيات كتير زي فلوس وشهرة وعدم الموافقة على عرض ريال مدريد للمرة ال5000 عم توتي. عمرك سألت نفسك ليه بقينا مهووسين بصور اللعيبة قبل وبعد؟ فكرة إن اللاعب يروح الجيم صيف كامل ويرجع لك وحش كاسر. شوف مثلا ليون جورتيسكا بتاع بايرن ميونخ أو الفحل عدامة تراوري اللي بينزل دهن 2 لتر زيت تموين قبل الماتش. الفكرة إن هنا الفورمة دي بتديك كاريزما وقوة قبل ما تلمس الكورة. أنت كمشجع لما بتشوف لعيب متجسم وعضلاته بارزة فعلك الباطن بيديك إشارة إن ده لعيب محترف ومهتم بنفسه وما بتطلعش منه لعيبة. وده مثلا اللي عمله رونالدو بالظبط، خرج من دور الرياضي وبقى أيقونة في كمال الأجسام واللياقة البدنية للعيبة الكورة يعني. والصياعة هنا إن الميديا بتعشق اللقطات دي، الكاميرا تحب تشوفك وأنت بتشاور على عضلة الرجل بعد جول تاريخي من بعيد، أو السكس باكس المتقسمة وقت الاحتفال بقلع التيشيرت. والشركات طبعا بتموت في النوع ده لأنك هتكون واجهة مثالية لأي منتج صحي أو رياضي. وده بيكمل معانا فكرة إن اللاعب بيبقى موديل إعلانات وكده ويفتح البراند الخاص بيه هو برضه. وعلى سيرة الصور اللي بتطبع في الدماغ وما بتتمسحش، فأنت مش محتاج تكون مبهر طول 90 دقيقة عشان الناس تفتكرك. ساعات الحكاية كلها بتتلخص في ثانية واحدة بس. انت ممكن تكون لاعب بطة بلدي طول الموسم، وممكن تكون بتقدم اداء يخلي الجمهور يشتمك كل ما تلمس الكورة، بس تيجي في ثانية واحدة في ماتش مصيري وتحط كورة في الشبكة. اللحظة دي بتمسح كل اللي فات وبتعيش عليها بقية عمرك. خد عندك مثلا ماريو جوتزا، الراجل ده من بعد 2014 وهو حرفيا تايه في الملاعب واصابات ومستوى متذبذب، بس هل في حد يقدر ينسى الهدف اللي حطه في الارجنتين؟ مستحيل. اللحظه دي خلت جوتزا نجم خالد في تاريخ المانيا، ونفس الفيلم ده بالملي حصل مع محمد مجدي قفشه، لاعب مش من التوب او الهاي كلاس في مركزه والجمهور بينتقده دايما، بس كلمه القاضيه ممكن والجون اللي جابه في الزمالك خلاه يمتلك تامين شامل ضد النسيان. واللقطه دي لوحدها بتتباع وتتشرى وبتتعمل عليها ميمز وفيديوهات لحد النهارده. وكذلك الامر برضه مع قضيه الاسطوره ناصر منسي، عشان اخواتنا الزملكاويه ما يزعلوش مننا، احنا بس بنوضح الفكره. والغريب بقى ان اللحظه دي مش لازم أن تكون لحظه حلوه عشان تعمل منك نجم، هي ممكن تكون اصلا لقطه موجعه وتخلدك في التاريخ. برضه في لعيبه كتير ضيعت ضربات جزاء في نهائيات، بس ليه الكل فاكر روبرتو باجيو في 1994 بالذات، مع ان باريس وماتسارو ضيعوا قبله في نفس الماتش؟ باجيو صورته وهو واقف مطاطي راسه بعد ما الكره طارت فوق العارضه بقت هي ايقونه الحزن الكروي. اللقطه دي خلت الناس تتعاطف معاه وتحبه اكتر من اللعيبه اللي كسبت، والصوره دي لسه متداوله لحد النهارده عادي، وبتنزل عليها ابيات شعر حزينه عليها تشكيل بعد الساعه 12 بالليل. الكلمة فرقان بين نبي وبغي. عارف ايه بقى اللي بيعلي الليفل بتاع النجوميه ده للسما ويخليك حرفيا فوق النقد مهما حصل؟ هي رمزيه المنتخب الوطني. بص يا صديقي، النجوميه في النادي محليه مهما كبرت، لكن لما تلبس تيشيرت بلدك وتكون انت الامل الوحيد لملايين البني ادمين، هنا بتتحول لرمز قومي مش مجرد لعيب كوره. خد عندك محمد صلاح،
رغم اختلافي معاه طبعا خارج الملعب، ولكن مش موضوعنا. صلاح ما بقاش بالنسبة للمصريين لعيب بيجيب اجوان في الدوري الانجليزي، ولكن جزء من حديث الشارع المصري ومثال لملايين الاطفال في البلد. نفس الكلام بيحصل مع سون في كوريا الجنوبية. الراجل ده هناك ما بيمشيش في الشارع عادي، ده بطل قومي، لدرجة ان الدولة ممكن تديله اعفاء من الخدمة العسكرية عشان بس يفضل يلعب ويشرفهم بره. النوع ده من النجومية بيخلي البراند الشخصي بتاعك عالمي بجد. الشركات العالمية ما بتتعاقدش مع صلاح عشان هو لعيب في ليفربول وبس، ولكن بتتعاقد معاه علشان هو برضه مفتاح للشرق الأوسط كله، ودي أقوى نجومية ممكن لاعب يمتلكها لأنها مربوطة بالانتماء. الناس ممكن تنسى تكتيك مدرب، بس مستحيل تنسى اللحظة اللي اللعيب ده بكى فيها بلد تانية وفرح بلده، لأنك بتخرج بره البرواز الرياضي وبتدخل في كتب التاريخ والجغرافيا وبقيت أيقونة بتدرس للأطفال في المدارس. ودي قمة صناعة النجم، إنك تتحول من مجرد رياضي لأسطورة شعبية. وعشان البراند اللي حكينا عنه فوق ده يثبت في اللاوعي بتاع المشجع، لازم يكون فيه ختم، حاجة كده زي اللوجو بتاع الشركات، بس اللوجو هنا حركي وهو الاحتفال الخاص. رونالدو مثلا لما بينط النطة بتاعته يعمل السي ما بيعبرش عن فرحته فقط. الحقيقة ان الحركة دي من اذكى حركات التسويق اللي حصلت مش في تاريخ الكرة بس، لكن في التاريخ عامة. رونالدو حول احتفاله لماركة مسجلة. هو هنا ما بيعملش حركة رياضية والسلام، هو بيعمل اعلان مجاني للبراند بتاع رونالدو. الاحتفال ده هو اللي بيفصل النجم عن اللعيب اللي جاب جون وخلاص. لما ديبالا يعمل حركة القناع او بلينجهام وهو فارد دراعاته، او مبابي هو بيتزحلق وبيشاور كده، دي بتتحول لهوية بصرية، ومش هتكون محتاج تشوف وش اللعيب عشان تعرف مين اللي سجل. والفكرة ان الاحتفالات دي كل ما بتكون روشة وجامدة بتزود شعبية اللاعب جوه لعبة زي فيفا، او انه يكون ترند على تيك توك وغيره. الميديا بتموت في الحركات دي لانها سهلة التقليد. ففعليا لو انت ما عندكش احتفال خاص يبقى انت لسه لعيب عادي، لكن لو عندك حركتك فالناس هتستنى الجون بتاعك انت مخصوص. وفي النهاية يا صديقي، صناعة النجم في الكورة ما بقتش مجرد صدفة ولا هي موهبة وبس، ولكنها أشبه بصناعة نجوم السينما في هوليود. الموهبة قطعا هي التذكرة اللي بتدخلك الملعب، لكن التفاصيل اللي حكينا فيها دي هي اللي حاليا تقدر تخليك عايش في ذاكرة المشجعين. أنا عارف إن الكورة بحر وأكيد في عوامل تانية أنا نسيت أذكرها، بس الأكيد إن اللعبة اللي بنحبها ما بقتش بتتلعب بالرجل وخلاص، ولكن بالصورة، الكلمة، واللحظة اللي تعرف تختارها صح. ودلوقتي المايك يروح لكم انتوا، تفتكروا مين أكتر لاعب في الجيل الحالي هو صناعة السوشيال ميديا أكتر منه موهبة حقيقية؟ ومين اللاعب اللي يستحق يبقى سوبر ستار عالمي سواء دلوقتي أو زمان بس ظلموا الحظ أو الإعلام؟ هستنى رأيكم في التعليقات.